ازاي اتقبل فكره الشيب المبكر ليا والستريتش ماركس اللي في جسمي؟ انا لسه 22 سنه. ايه هو القبول؟ القبول هو الاعتراف بالموجود زي ما هو موجود. طب ايه هو عدم القبول؟ الرفض. الرفض هنا لايه؟ انه في واقع جسمك بيصرخ بيقول لك انا بموت بالبطيء، مش قادر، محتاج انتباهك. وهنا الرفض بيعمل ايه؟ انه انت مزعج، انت مقرف، انت مضايقني، انت مبوظ شكلي وحش بسببك، شكلي مش مريح بسببك، فانا محتقره او متضايقه من نفسي بسببك، فانا بالتالي انا رافض اشوف الشيب ورافض اشوف الاسترتش ماركس في جسمي ورافض اشوف اي حاجه او تشوفي اي حاجه. فبالتالي النتيجه ايه؟ ان انت هتبقى عايزه تركنيها على جنب، والنتيجه ان هو ما خدش انتباهك، والمشكله قائمه وهتفضل قائمه لان انت ما عملتيش حل، ما عملتيش حاجه، ما قبلتهاش. طب القبول بيعمل ايه؟ خلاص، واضح كده ان انا عندي مشكله. هنا القبول، انا عندي شيب مبكر، جسمي بيعاني، انا محتاج او محتاجه اغير من طبيعه حياتي، ومحتاجه دلوقتي لانه في مشكله حقيقيه وقويه وظاهره على جسمي بالشكل ده رغم صغر سني، وبالتالي الموضوع جذري ومحتاج انتباه سريع. ليه بقى؟ لشكل الحياه، شكل الحياه اللي انت عايشاه كده غير صحي تماما. انت محتاجه ان انت تنامي 10 ساعات، ما فيهوش فصال، ما فيهوش هو كده طبيعه جسمك، طبيعه احتياجك لجسمك دلوقتي كده. محتاجه رياضه، والرياضه هنا محتاجه ان انت تتمرني بان انت تشيلي اوزان، ومحتاجه تعملي استرتشات، ومحتاجه ان انت تعملي كارديو او اجهاد على القلب في التمرين. دول 3 حاجات للتمرين محتاجاهم، قسمين بقى على اسبوع. محتاجه اكل مغذي، مش اكل وخلاص نسد جوعنا ناكل اي حاجه وخلاص، ما هو جسمك دوت بيتكون من ايه؟ من الاكل اللي انت بتاكليه. فبما ان انت اتولدتي كويسه، وبالتالي جسمك بيتجدد معتمد على الاكل او المصدر للتغذيه اللي انت بتديهوله. طب المصدر دوت سيء، النتيجه ان هو مش هيعرف يتجدد بشكل صحي، ما هو مش هيخترع الاكل، يعني مش هيخترع الصحه يعني. فبالتالي محتاج الاكل يكون صحي مغذي للجسم، يشمل بقى المعادن والفيتامينات اللي هو محتاجها، وفي نفس الوقت محتاجه ان انت تشربي ميه. فهنا لو انت قمتي بالدور ده وان انت اهتميتي باساسيات الحياه لجسمك، جسمك هيبتدي ان يعيد بناء نفسه بشكل صحي اكتر، او على الاقل هيوقف الضرر، وهيبتدي انه اللي موجود يثبت وتبتدي الجديد يبقى في حاله صحيه احسن. فراجعي ما تستهتريش بالموضوع، بلاش رفض، وبلاش تبص لنفسك انه ده فيك عيب، مش وقته. الوقت دلوقتي تنقذي نفسك، الحقي نفسك، غيري عاداتك المضرة واكتسبي عادات صحية. الموضوع مهم وخطر، خلي بالك على نفسك.